تبارك الله تبارك الله تبارك الله. على الخيرات بائع السمك الأخ زكريا الطلبي. اجي اقبل. الهدوء، صوت تلاطم الأمواج. هناك الجزر الجعفرية جفاريناس، جزيرة إسابيلا وجزيرة الملك وجزيرة الكونغرس. هذا البابور هذا هو اللي ينقي الموانئ لي بوار. مشروع جيد ماروس، يربوا الحوت هنا ويبيعوه هنا، يربوه في البحر يبيعوه في البحر يبيعوه قدام البحر. يبيعوه قدام البحر. مشروع رائع. الحوت قريب شوية قريبة. ونحن في الطريق إن شاء الله 7 كيلومتر ونص من رأس الماء قبوياوة حتى لومبوشيا تاع الملوية، مصب ملوية الحلق. وحنا الآن في هذا المكان يتسمى بقمقم الباز. هذا هو قمقم الباز. المهم كنا في رأس الماء قبوياوة، مشينا 7 كيلومتر ونص، وحنا الآن مصب ملوية. هذا هو مصب ملوية لومبوشير. هذا هو البحر الأبيض المتوسط، وهذا هو نهر ملوية. إن شاء الله غادي نقطعوا، حنا الآن نقطعوا نهر ملوية. بسم الله. الله الله الله. وشحال يصمد مش حال يصمد. وقطعنا إلى الضفة الأخرى الحمد لله. الحمد لله قطعنا للضفة الأخرى. ها هو المراكشي يعبر، أو إبراهيم يعبر نهر ملوية، واد ملوية، مصب ملوية. هاي قبوياوة. مشينا 7 كيلومتر ونص من رأس الماء حتى لمصب ملوية، وإن شاء الله غادي نكملوا طريقنا من مصب ملوية حتى السعيدية مرورا على مارينا فاديسا إن شاء الله. تبان رملية صغيرة وتدلنا على اتجاه الرياح. كانت الرياح عاتية والآتية من جهة الشرق، يعني رياح شرقية. هو بوب يشرح لكم ويبين لكم اتجاه الرياح. والآن هي رياح شمالية نورثي. بالقرب من مصب ملوية، وهو الأخ مراكشي. ماذا وجد؟ واش تلقى مراكشي؟ ها هو انه السلاح بالدير ضحك والله تختو. انت كار. ونشاهدوا في هذه اللائحة، في هذه القائمة هنايا عندنا حلف شاطئ الحلق يحتوي على عدد كبير من الأنواع المتوسطية والشمال أوروبية وكذلك القطبية، أنواع الطيور وأنواع الأسماك. مثلا الطيور النورس بأنواعه، الزقزاق كذلك بأنواعه، والتطوي بأنواعه. وهناك طائر الخرشانة الصغيرة وبالإسبانية تشارانا. وهناك اسم شاطئ تشارانا سمي على اسمه بجهة النظر. نتجهوا إن شاء الله باش نديروا واحد فترة تاع الاستراحة، نديروا بتي ديجوني فطور الصباح باش نفرغوا الطاقة السلبية. سفيان الحيوي، المشي حافيا إن شاء الله حتى نديروا كاسكروت إن شاء
شاء الله ندير فطور الصباح والبس حذائي، نمشي حافيا من السنة. نحن الآن في محمية، أما الرحال البركانيين يلتقطوا صورة وهم فوق القنطرة كطائر البقر. عبد الله برزاق يرتدي حذاءه، يا إلهي. قطعنا الوادي، إنهم ينتظرون الصور. انتظروا، نحن في بلاد الانتظار. وصلنا لمحمية ترميم الكثبان الرملية لحماية المصب القديم لنهر ملوية. كثبان رملية هشة. هنا لائحة يقول لك استعملوا مسالك محددة. حنا كنتمشاو في هذا المسلك احتراما لما قرأناه في اللافتة، لأن هنا كثبان رملية هشة. هي محمية ملوية، وضعوا هذا الشكل راكم تشوفوه، هذا الشباك الحفاظ على الكثبان الرملية، لحقاش هنايا كثبان رملية هشة. وهذا هو المصب القديم، وهنا كان يمر الواد. هذه هي محمية. وهنا ذلك المكان هو لمشاهدة الطيور موجودة تما. شرانا الطائرة، الزقزاق، الفلامينغو. الحمد لله جهة الشرقية بها ثروة حيوانية بيولوجية جيدة، ونتمناو من جميع الزائرين الحفاظ على هذه الثروة. إنه شاطئ رائع، شاطئ مذهل، شاطئ الحظ. ومن بعد ما جينا من راس الماء فتنا على مصب ملوية لومبوشور، والآن نحن متواجدين مارينا. ودي ناخذوا الغداء ان شاء الله، ناخذوا شي قيلولة ونكملوا الطريق ديالنا ان شاء الله نحو مدينة السعيدية. ها نحن في مارينا وندخلوا نتجولوا شوية. الصيدلية وهناك هذه دائرة صغيرة تاع الشرطة. مرجان. فرماسي مارينا. اي يا اخوان، مو غادي نرجعوا عند الاصدقاء ان شاء الله ونكملوا الطريق ديالنا للسعيديه. ولا خدنا نسوقوا الحميله، بغاو يكريو واحد اللوطو. بو عندنا هوليوود. والله ما صحاب عندنا هوليوود هنا في المغرب. خصها شي ممثل. المهم هذه مارينا، هو الممثل. ها بوب I am actor. This is you are here in Marina. Welcome. تبارك الله تبارك الله. الصيف الدعوة مروجة. Good fellas. مارينا والعصافير كياكلوا لسان خوي. وحنا في الضفة الأخرى الشرقية مارينا. هنا الجودة والغواية للإدراك الملكي والوقاية المدنية. هنا المسابقة القبطان تاع السعيدية، المقاهي. هنا فينيزيا، هنا شيكاغو سيتي بلاصة. حنا نقولوا بلاد بلاصة إن شاء الله. نتجه الآن نحو السعيدية. الساحة الخضراء عبارة
وها نحن نتجول الآن بمارينا. دائما الرحالة البركانيون يستمتعون ويستجممون، وهناك البحر. غادي نمشيو للبحر ان شاء الله، نوليو نرجعوا للشط باش نتمشاو على الشاطئ حتى السعيدية. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو. ها هم يلعبون، يلعبان الرحالة يستمتعان. يا إلهي إنهم يلعبون. احنا في وسط مارينا، نتجه نحو الشاطئ. احنا متجهين نحو السعيدية. زعما كانت رحلة شيقة ورياضة مشي من شاطئ رأس الماء مرورا على مصب ملوية ومارينا فاديسا نحو السعيدية. هذه هي كاراكاس، قربنا للسعيدية. هو الكلب يبحث عن سمكة أو ربما سلطعون هنا في مكان الحجارة من جهة المقابلة الجزائر. والآن وصلنا للسعيدية مباشرة. كتشاهدوا هذه الإنجليز كنيسة موجودة في السعيدية، والأمن قائم بعمله، والناس هنايا وهم الرحالة، الناس كتحوس وتستجمم. عائلة في السعيدية. تلقى واحد الأخ من أكادير وهو يتبادل الحديث مع شيخ الرحالة ويفسر له أماكن، أسماء الأماكن والمناطق. وإلى فيديو آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.